الستاير والمفروشات هما اللمسة اللي بتحول أي بيت لمكان دافي وراقي، بس لو اخترتي غلط ممكن يبوظوا شكل المكان كله. فتعالي أقولك على 5 حاجات لازم تركزي فيها قبل ما تشتريهم. أول حاجة، اختاري الألوان حسب الإضاءة ومساحة الغرفة. لو الغرفة صغيرة أو الإضاءة فيها ضعيفة خليكي في الألوان الفاتحة عشان تدي إحساس بالوسع والنور. إنما في الغرف الكبيرة تقدري تستخدمي ألوان غامقة ودافية عشان تدي دفء وفخامة. تاني حاجة، الخامات المناسبة للمكان. الستان والحرير بيليقوا على غرف النوم والمناسبات، لكن القطن والكتان عمليين أكتر للمكان اليومي أو للليفينج روم. وكمان الستارة التقيلة بتعزل الصوت والضوء ودي مناسبة للنوم أو المكاتب. تالت حاجة، التنسيق بين الستاير والمفروشات. حاولي يكون في تناسق من لون ونقشة الستارة ولون المفارش والسجاد، حتى لو مش نفس الشكل لكن يكون في انسجام يريح العين. رابع وأهم نقطة لينا كستات، الاهتمام بسهولة التنظيف. مهم جدا تختاري خامات سهل تتغسل وما تتبهدلش بسرعة، خاصة لو في أطفال أو حيوانات أليفة في البيت. وفي فيديو كمان ممكن أعمله لكم بخصوص اختيار السجاد والمفروشات للي لسه بيتجوز أو للي عندهم أطفال وحابين ان هم يجددوا. خامس حاجة ومش هي الأخيرة، الستاير بتكمل ديكور المكان مش بتغطيه. اختاري تصميم وموديل بيليق على نوع الديكور، سواء مودرن أو كلاسيك أو بوهيمي. الستارة مش بس حاجة عملية، دي ديكور بيغير شكل المكان. المهم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب.